في بعض الليالي القطار لا يأخذك إلى حيث تريد، بل إلى حيث يجب أن تذهب. كانت الساعة تقترب من منتصف الليل، المطر يتساقط خفيفاً، يلمع فوق أرصفة المحطة الخالية. المدينة صامتة إلا من وقع خطواتها. مريم، صحفية شابة في أواخر العشرينات، أنهكها يوم طويل من العمل، تسير وحدها تحمل شقيبتها الصغيرة. في ركن المحطة كان هناك عامل نظافة عجوز يجر مكنسته ببطء. حين مرت بجانبه تمتم بصوت غامض: الليلة القطار حيجي متأخر. ثم ابتسم ابتسامة مبهمة. مريم لم تعر كلماته اهتماماً، لكنها توقفت حين رأت الضوء يقترب من بعيد. قطار أديب، عرباته مظلمة، صوت صرير أبوابه جعل قلبها يرتجف. ثم بخطوة جريئة صعدت. من الداخل كان الأمر أكثر غرابة. الإضاءة خافتة، المقاعد قديمة ممزقة، والبرد يملأ المكان بشكل غير طبيعي. ركاب قليلون يجلسون متفرقين، لكن كل منهم بدا وكأنه يحمل سراً مظلماً. رجل يرتدي بدلة أنيقة ملطخة بالدم يبتسم ابتسامة باردة وكأنه في طريقه لحفل. امرأة تضم حقيبة أطفال فارغة تمسحها بحنان وكأنها تهدهد طفلاً غير موجود. وشاب يقرأ جريدة صفراء بتاريخ يعود ل20 سنة مضت. مريم حاولت أن تتحدث إليهم، لكن لا أحد أجاب. عيونهم كانت زائغة تائهة وكأنهم عالقون بين زمنين. القطار تحرك، سرعته أخذت تزداد مع كل ثانية، والنوافذ صارت تمر بمحطات لم ترها من قبل. أسماء غريبة على اللافتات: وادي الغياب، الممر الأخير، القرار. كل محطة كان ينزل منها أحد الركاب يختفي وسط الضباب الكثيف بلا أثر. مريم همست لنفسها: أنا ليه هنا؟ وفجأة انفتح الباب الخلفي للعربة. دخل رجل ضخم يرتدي زي المحصل القديم، وجهه صارم، عيناه سوداء كالفحم، صوته دوى كالرعد: تذكرتك. ارتبكت مريم، مدت يدها المرتجفة: أنا ما اشتريتش تذكرة. اقترب بخطوات ثقيلة، ابتسم ابتسامة باردة وقال: لا أحد يشتري، القطار يختار. حينها ضربها مشهد في ذاكرتها: صوت ارتطام، زجاج يتحطم، صراخ، دم يسيل على الزجاج الأمامي. حادث سيارة، هذا ما حدث قبل ساعات. إذن أنا؟ همست وهي تبكي. المحصل اقترب أكثر: أنت الآن على الحافة، إما أن تنزلي في المحطة القادمة أو تبقي معنا إلى الأبد. القطار دخل محطة غارقة في الضباب. الأبواب انفتحت، الهواء كان بارداً كالجليد. المحصل أشار بيده نحو الخارج. مريم نظرت حولها. الركاب كلهم أموات، لكنها الوحيدة التي تعرف ذلك. نظرت مرة أخرى إلى الخارج. المحطة فارغة، لكن قلبها أخبرها أن الحياة تنتظرها هناك. الموسيقى في رأسها تصاعدت، قلبها يخفق كالرعد. ركضت نحو الباب، والمحصل مد يده ليوقفها، لكنها صرخت بكل قوتها: أنا أختار الحياة. قفزت. ظلام، ثم صوت أجهزة طبية، ضوء أبيض يغمر عينيها. فتحت جفونها ببطء لتجد نفسها على سرير في غرفة عناية مركزة. أمها جالسة بجوارها تمسك يدها وتبكي: الحمد لله رجعت. لكن مريم لم تبتسم، لأنها ما زالت تسمع في مكان ما بعيد صفارة القطار. النهاية، أو ربما مجرد بداية أخرى. هناك رحلات لا تظهر في الجداول، رحلات لا تراها إلا إذا كنت بين الحياة والموت. مريم ركبته وعادت، لكن من يضمن أن القطار لن يعود لها من جديد؟